انا عارف ان انت نفسك تصلي ومش عارف تصلي. انا عارف ان انت عارف الايات القرآنية اللي فيها فضل الصلاة، وعارف كمان ان انت عارف الايات القرآنية اللي فيها عقوبة تارك الصلاة، وعارف ان انت عارف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها فضل الصلاة، وعارف برضه ان انت عارف احاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيها عقوبة تارك الصلاة. انا عارف ان انت نفسك تصلي وبتحاول وبتعافر وبتعمل كل حاجة، بس برضه مش بتصلي. انا عارف ان انت مش بتنكر الصلاة، وانا عارف ان انت عارف ان الصلاة دي فرض من ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا لازم نصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة. بس انا عارف ان انت مش عارف تصلي. باذن الله هقول لك على شوية حلول بسيطة هتساعدك في المحافظة على الصلاة إن شاء الله. رقم واحد، كل مرة تدخل فيها الحمام اتوضى. ده هيساعدك بإذن الله إن لما الأذان يأذن مش هيكون عندك الكسل ولا الخمول إن أنا لسه هخش اتوضى، أنا لسه هدخل الحمام. لا، أنت هتكون جاهز إن أنت تصلي على طول بإذن الله. رقم اتنين، يكون عندك مكان مخصص للصلاة في بيتك أو في شقتك. السجادة بتاعت الصلاة دايما جاهزة، ومكانك اللي هتصلي فيه يكون دايما جاهز. ده برضه هيشجعك إن أنت تصلي بإذن الله. رقم ثلاثة، خلي حد يكون رقيب عليك، والدك او والدتك. اطلب منهم ان لما وقت الصلاه يجي لو سمحتوا نبهوني ان انا اصلي. يا عبد الرحمن قم صلي، محمد قم صلي، يا احمد قم صلي. خلي يكون في حد رقيب عليك، فحضرتك لما تحس ان في حد بيحاسبك هتقوم تصلي. رقم أربعة، ودي مهمة جدا جدا جدا، صاحب ناس نظيفة، صاحب ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، صاحب ناس بتعمل طاعات. انت لما تكون في وسطهم حتى هتتكسف ان انت ما تصليش. ده بيصلي، ده بيقرأ قرآن، ده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، فانت اكيد في وسطهم هتصلي باذن الله. رقم خمسة، حاول يكون بيتك قريب من المسجد على قدر المستطاع. لو بيتك قريب من المسجد صدقني باذن الله هتحافظ على الصلاه. رقم ستة، لو انت مكسل تنزل المسجد او المسجد بعيد عليك صلي في بيتك. واحنا مش بنقول ان الصلاه في البيت للرجال يعني مش مطلوبه، بس لو انت مش بتصلي خالص صلي في البيت. الاجر هيكون اقل شويه بس احسن من ما فيش، وانا مش بشجع على ده. انزل صلي في المسجد تاخد 27 درجه بدل ما تاخد درجه واحده وانت في بيتك. اخر نقطة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، والنقطة دي الاخيرة والاولى وكل الارقام. ادعي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. انت مش هتعمل الطاعات ولا العبادات الا لما تستعين بالله سبحانه وتعالى. ادعي ربنا سبحانه وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يرى منك الصدق، ربنا سبحانه وتعالى هيخليك من المحافظين على الصلاة. خليك صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيكرم. أنا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.